يا صباح القشطة، يا صباح العسل على أحلى مشتركين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من النهاردة تقدري تعملي أجمل وأسهل الوصفات بربع كيلو لحمة بس. هنعمل النهاردة كم وصفة سهلة وسريعة وبسيطة وعلى قد الإيد. وصفات هتوفر عليكي كتير، وصفات كلها اقتصادية وسهلة وبسيطة. خدي منهم وصفة أو اتنين اللي يعجبك، وكلها حاجات موجودة في كل بيت، مش مكلفة خالص. تابعيني لآخر الفيديو، هتلاقي تركات في كل وصفة من وصفاتنا إن شاء الله تستفيدي منها. لو انتي أول مرة تشوفي القناة بتاعتنا ما تنسيش تعملي اشتراك ولايك وشير واضغطي على زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وهتلاقي معانا وصفات اقتصادية وسهلة وسريعة وعلى قد الإيد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبدأ أول وصفة من وصفاتنا. أول وصفة من وصفاتنا هنا هنعمل كفتة بالصلصة والبطاطس. معانا ربع كيلو اللحمة، معانا بصلة مقطعينها قطع، معانا حزمة بقدونس مقطعينها زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب الكبة بتاعتنا، شايفين يا بنات؟ طبعا أول حاجة هننزل بالبصلاية، بصلاية واحدة بس، ما تكونش بصلاية كبيرة علشان الكفتة ما تفكش منك. اول تركاية في الوصفة بتاعتنا، نزلنا بالبصلاية الصغيرة ومعاها عود البقدونس. احنا خدنا الورق بتاعه وشلنا العيدان. فرمت البصل والبقدونس كويس جدا في الكبة، وبعدين نزلت عليهم بربع الكيلو اللحمة علشان افرمهم مع بعض. وبعدين بعد ما ضربتهم ضربة بسيطة نزلت بقى بملح فلفل شطة بهارات لحمة، ذرة جنزبيل. وادي ما زودش بهارات في اللحمة علشان طعم اللحمة ما يتغيرش. اهم حاجة ما تزوديش بهارات كتير عشان طعم اللحمة يبقى جميل وحلو كده. احنا اهم حاجة بعد بقى ما ضربنا اللحمة مع البهارات مع البقدونس والبصل، شكلها قدامكم زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب نصبعها واحدة واحدة اهو. ممكن تصبعيها صوابع على ايدك عادي، وممكن تكوريها كور. انا بعمل شوية كور وشوية صوابع حسب الرغبة وزي ما انت عايزة. تمام؟ ممكن الولاد بيحبوا الكور تعملها لهم كور، انا بعمل شوية كده وشوية كده. شايفة الصينية اللي قدامك دي؟ انا حطيت بقى فيها صوابع اللحمة وكور اللحمة اللي احنا عملناها. هتدخليها الفرن على الشبكة في نص الفرن، وتشغلي النار من تحت، وهنسيبها حوالي ربع ساعة بس مش اكتر ان هي تطرد المية بتاعتها. في اللحظة دي بقى انا كنت جبت حلة حطيتها على البوتاجاز على نار هادية يعني، وجبت بصلاية قطعتها مكعبات ومعلقتين زيت علشان ادبل البصلة بتاعتي علشان اجهز الصلصة اللي هنعمل فيها الكفتة. هنا بعد ما حسيت يا دوب صفرت البصلة، بس انا مش بحب البصلة يحمرها قوي، نزلت بمقدار الصلصة بتاعي، نزلت بالملح والفلفل والشطة وجنزبيل. برضو مش هحط بهارات كتير ولا اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده. قلبت بهاراتي كويس. هسيب الصلصة لما تتسبك. عليت النار، حسيت هنا بقى ان الصلصة بتاعتي اتسبكت. كنت طلعت اللحمة من الفرن الكفتة بتاعتنا ونزلت بيها في الصلصة زي ما انتوا شايفين كده. يا دوب ربع ساعة بس هسيب اللحمة في الصلصة تغلي. هنزل عليها ببطاطساية واحدة مقطعاها شرايح بس تكون تخينة شوية، السمك بتاعها تخين شوية زي ما انتوا شايفين. انا ما حطيتش تركاية مهمة، ما حطيتش البطاطس مع اللحمة. ليه؟ علشان البطاطس بتستوي بسرعة، فانا مش عايزاها تتهري عقبال ما اللحمة تستوى. وادي بقى اخدت سوية نص ساعة بس، وادي شكل بقى الكفتة بالصلصة بالبطاطس. تقدمها مع رز بالشعرية او رز ابيض عادي وبألف هنا على قلب اللي هياكل. جميلة جدا جدا وسهلة وبسيطة وسريعة، مش مكلفة خالص. تمام كده؟ ادي وصفة الكفتة اللي بالصلصة. نيجي بقى هنا
للوصفة التانية بتاعتنا. هنعمل صينية مكرونة بشاميل برضو بربع كيلو لحمة. زي ما انتوا شايفين كده، على فكرة هو باين فعلا ان هو ربع كيلو لحمة، لان انا عاملة بالظبط ربع كيلو لحمة في كل وصفاتي علشان اكد لكم المعلومة. ادي ربع كيلو لحمة. جبت طاسة على النار، معلقة زيت، نزلت باللحمة المفرومة لحد ما حسيت ان هي شربت المية بتاعتها، ونزلت بالبصل ببصلاية، نزلت بفلفل اخضر قطعاه مكعبات، اقلبهم كويس جدا مع بعض عشان نعمل تعصيجة اللحمة اللي هنعمل بها صينية المكرونة البشاميل. هنا بقى نزلت بالبهارات، ملح فلفل شطة ذرة كمون، بهارات لحمة، جنزبيل. عايزة تحطي بابريكا حطي، ما عندكيش برضو ما فيش مشكلة، اللي موجود عندك اتصرفي بيه واعمليه. بعد ما خلصنا تعصيجة اللحمة زي ما انتوا شفتم، هجيب بقى حلة على النار وحطيت فيها ليمونة قسمتها بالنص ومعلقة ملح زي ما انتوا شايفين. جبت كيس المكرونة بتاعي اللي هو المكرونة اللي هي القلم زي ما انتوا شايفين كده، نزلت بكيس المكرونة ونزلت بمعلقة زيت. تركاية مهمة، لازم معلقة الزيت دي علشان بتخلي المكرونة تسهل عليكي وانت بتفرديها في الصينية، بتبقى مفصولة من بعضها. تمام. هنا بقى بعد المكرونة بتاعتي ما سلقتها نص سلقة، انا مش هسلقها قوي علشان ما تتكسرش مني وما تتهرش مني، سلقتها نص سلقة وشلتها بقى على جنب. يبقى عملنا اللحمة والمكرونة وشلناهم على جنب. واحدة واحدة يا بنات هنمشي مع بعض، هنعمل وصفات جميلة جدا وإن شاء الله تعجبكم. نيجي بقى للبشاميل بتاعنا اللي البنات كلها بتحتار فيه وبيبقوا مش عارفين يعملوا فيه ايه. هنا نزلت جبت حلة ونزلت زي ما انتوا شفتم بمعلقتين سمنة، ونزلت بكوبايتين من الدقيق، وتبدأي تقلبي الدقيق كده لحد ما تحسي ان الدقيق بتاعك استوى اهو زي ما انتوا شايفين كده. درجة الغليان مع التقليب ممكن تعمليها بالزيت وممكن تعملي بالسمنة زي ما انت عايزة اللي يريحك. نزلت بالسائل بتاعي اللي هو اللبن الحليب اهو، وتقلبي على طول باستمرار علشان ما يتكتلش منك البشاميل ويكلكع منك ويبقى مش كويس خالص، يا لهوي يبقى فظيع. هنا بقى انا ظبطت القوام بتاع البشاميل بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين كده. ده القوام اللي انا بعمله بالبشاميل بتاعي بالظبط كده، لا هو سميك قوي ولا هو خفيف قوي. نزلت بقى، انا بحب احط في البشاميل بهارات تبقى حلوة قوي. مرقة دجاج فورية بتتباع عند العطار جميلة جدا. نزلت ببابريكا والملح والشطة وذرة كزبرة ناشفة. في البشاميل انا بحط البهارات دي بيبقى طعمها حلو قوي قوي. وسبتها تغلي غلوة وطفينا النار. نيجي بقى جبنا المكرونة بتاعتنا بعد ما غسلناها بمية ساقعة وصفناها. نيجي بقى والبشاميل بتاعنا اهو، نزلت بمعلقتين بشاميل على المكرونة اهي قدامكم. تمام كده. نزلت بمعلقتين بشاميل بس على المكرونة في الطبق او البولة وقلبتهم كويس جدا. هجيب الصينية بقى اللي احنا هنفرد فيها المكرونة ونعمل فيها المكرونة البشاميل، احلى مكرونة بشاميل اللي هتاكليها. جبت بقى البشاميل اللي احنا عملناه وبرضو حطيت معلقتين بالكبشة كده في ارضية الصينية، وبعدين فردت المكرونة. هقسم المكرونة، يعني انا مش هحط كمية المكرونة مرة واحدة، احنا طبعا هنحط شوية في الارضية وبعدين شوية في الطبقة التانية. شايفين المكرونة لما حطيت تركاية اللي انا قلت لكم عليها معلقة الزيت؟ شايفين المكرونة بتتفرد معايا بكل سهولة ازاي، ما هياش ملزقة في بعضها. جربي دي وجربي دي وهتعرفي الفرق. هنا بقى خلاص بعد ما فردت المكرونة في ارضية الصينية على البشاميل، جيت هنا بقى وعملت اللحمة المعصجة اهي، فردتها برضو على المكرونة زي ما انتوا شايفين كده. تمام. ادي ربع كيلو اللحمة. بصراحة الصينية دي كبيرة ما هياش صغيرة، ما هياش مقاس 28 ولا مقاس 32، دي اكبر شوية. وربع كيلو اللحمة كفة ازاي جميل جدا. هنا بقى انا بحب احط معلقتين صلصة على وش اللحمة المتعصجة بتاعتي زي ما انتوا شفتوا كده. خلاص. وبعدين انزل بطبقة المكرونة اللي احنا سبناها
في الطبق. اكمل بقى الطبقة التانية اهي، وابدأ افردها كده زي ما انتوا شايفين بايدي اهي، عشان اسويها كويس جدا في الصينية كلها. تمام تمام كده، بسويها واحدة واحدة. خلاص، شايفين يا بنات؟ احنا ماشيين مع بعض واحدة واحدة. بعد بقى ما فردت المكرونة في الطبقة التانية، نزلت بمعلقة بشاميل عشان اسويها على وش الصينية اهو. معلقتين كده بشاميل، اللي بيحب بشاميل زيادة يحط، اللي بيحب قليل يحط، زي ما انت عايزة. هنا بقى جبت برضو معلقتين صلصة وحطيتهم على وش الصينية، وتدخليها الفرن على الصاجة، ومن تحت طبعا الفرن شغال على درجة حرارة عالية. وبعدين تحمري بقى من فوق كده. الحمار بتاع الصلصة ده بيديها لون حلو قوي وجميل جدا، زي ما انتوا شايفين قدامكم. شايفين معلقة الصلصة اللي انا حطيتها على الوش؟ مخلية وش الصينية احمر احمر، جميلة جدا جدا، وبألف هنا على قلب اللي هياكل. واحلى صينية مكرونة بشاميل بربع كيلو لحمة بس، ما تنسوش. شايفين؟ دي بقى احلى صينية مكرونة بشاميل اللي عملناها. نيجي بقى على الكفتة بتاعتنا، كفتة الحاتي. ده نص كيلو قدامكم اهو، انا بقسمه. هعمل ربع كفتة الحاتي، وهنعمل ربع الكفتة بالبطاطس. حلوة قوي وجميلة جدا. اول حاجة هنعملها كفتة الحاتي. ادي ربع كيلو اللحمة، نزلت عليه ببصلاية مبشورة اهو قدامكم. ادي بصلاية مبشورة على ربع كيلو اللحمة. نزلت عليهم بمعلقتين بقسماط. تمام كده اهو. يبقى ربع كيلو لحمة، بصلاية مبشورة، معلقتين بقسماط، رشة بقدونس. طبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده، احنا بناخد العيدان بتاعة البقدونس ونقطعها قطع صغيرة. مش العيدان، اسفة، مش بناخد العيدان، بناخد الورق بتاع البقدونس، لان العيدان هتبان واحنا بنصبعها يبقى شكلها مش حلو، انما الورق بنقدر نقطعه قطع صغيرة. يبقى كم عود بقدونس كده، بناخد الورق بتاعهم. وبعدين نزلت بملح، فلفل، شطة، ذرة بهارات لحمة صغيرة جدا. انا مش بحب احط بهارات كتير في الكفتة علشان ما تضيعش طعمها. دي بقى التركية المهمة اللي لازم نعملها وتستفيدي منها، وحلوة قوي، وبتخلي صبع الكفتة بتاعك يكون نافش وكده وهش وجميل جدا، ما بيخسش، بتفضل منفوشة وحلوة. معلقة بيكنج باودر، معلقة بيكنج باودر على ربع كيلو اللحمة. تركية مهمة جدا جدا، وتلاقي احلى صابع كفتة بألف هنا على قلب اللي هياكل. بعد بقى ما عجننا اللحمة مع البصل مع ورقة البقدونس مع البقسماط مع البهارات، اللحمة والملح والفلفل والشطة ومعلقة البيكنج باودر، هجيب المسن بتاعي وهبدأ أصبع كده اللحمة اهي زي ما انتوا شايفين. شايفين صبع الكفتة عامل ازاي؟ حلو قوي وجميل جدا، ومش هيخس خالص. خلاص اهو، انا بعمل كذا واحد قدامكم. ادي شكل صابع الكفتة بتاعنا اهو، على المسن، على قلم، ممكن تعمليها على قلم، ممكن على ظهر المعلقة. بصي ما تأزميش الدنيا، بكل سهولة نبسط الدنيا، تقدري تعملي كل حاجة. بعد ما خلصنا بقى تصبيع الكفتة، هندخلها للتلاجة ترتاح شوية. جبت ربع كيلو اللحمة التاني علشان نعمل طريقة الكفتة التانية، برضو حلوة جدا. تقدري تعملي من ربع كيلو اللحمة ده وصفة جميلة في عزوماتك، تسهل عليكي، هتعجب ضيوفك. بجد طرق سهلة وبسيطة وعلى قد الايد، مش مكلفة خالص. ادي ربع كيلو اللحمة، برضو نزلت ببصلاية مبشورة، نزلت بمعلقتين بقسماط زي ما انتوا شايفين كده، معلقتين كبار بقسماط. نزلت برضو ببهارات لحمة، ملح، فلفل، شطة، ذرة جنزبيل زي ما انت عايزة برضو، لو موجود عندك او مش موجود عندك اللي يريحك. برضو نزلت برشة بقدونس
اللي احنا قلنا عيدان لا، عشان العيدان ما تصعبش عليكي وانت بتصبعي او بتكوري الكفتة. هنا بقى التركاية المهمة اللي انا بقولك عليها، اللي هي كفتة البطاطس. انا سلقت بطاطساية واحدة بس، بطاطساية واحدة حجمها متوسط على قد ربع كيلو اللحمة كفاية. سلقتها هرستها كويس زي ما انتوا شفتوا كده، ونزلت عليهم برضو معلقة يعني معلقة كبيرة كده بيكنج باودر. وتقلبي بقى كل المكونات دي مع بعض زي ما انتوا شايفين كده اهو. شايفين يا بنات؟ قلبنا المكونات كلها مع بعض اهو. خلاص. وادي بقى عجينة اللحمة بتاعتنا بتاعت كفتة البطاطس، حلوة قوي، جميلة جدا، سهلة، كلها حاجات مش مكلفة، موجودة في كل بيت. تمام. هنجيب غطا بطرمان، كلنا في بيوتنا غطا بطرمان. مش عندك غطا بطرمان مفيش مشكلة، برضه هوريك الطريقة على ايدك ازاي. جبت قطعة من عجينة اللحمة اللي هي عجينة الكفتة، وبططتها كده جوه البطرمان، غطا البطرمان اسفة، جوه غطا البطرمان اهو. شايفين؟ هنا كان في صعوبة وانا بقلبها، ليه؟ ما دهنتش غطا البطرمان من جوه زيت قوي، فكان في صعوبة. بحاول ان انا اقلبها اهي، اتقلبت قدامكم اهي. شايفين الغطا؟ شايفين شكلها حلو جدا وانا عاملاها في غطا البطرمان، يعني ما ازمش الدنيا. مش مهم ما عندكيش غطا بطرمان مفيش مشكلة، اعمليها على ايدك اللي يريحك، بس هو بيسوي لي التدويرة بتاعتها، بيخليها شكلها حلو جدا. تمام كده. شايفين؟ شايفين يا بنات اهي. انا عملت واحدة تانية برضو في الغطا علشان اوريها لكم. زي ما انتوا شايفين كده اهي. وادي برضو كفتة تانية ادينا عملتها اهو. نيجي بقى على، مش عايزة اعمل في الغطا، خلاص تمسكيها كده اهي وقورها وبططها على ايدي، برضو شكلها دائري ما اختلفتش خالص، جميلة جدا. ممكن تعملها صوابع بس انا حبيت اعمل ديت مدورة، شكلها مختلف كده اهي زي ما انتوا شايفين. تمام. برضو هكور واحدة تانية وهبططها على ايدي نفس الشكل، مش هنأزم الدنيا، بلاش في الغطا نعملها على ايدينا كور بالشكل ده. تمام كده. بعد بقى ما خلصنا تصبيع الكفتة بتاعتنا، احنا عملناها على المسنة عشان تدخل هوا من جوه ما تبقاش مكتومة. وادي شكل كور الكفتة اللي هي بالبطاطس برضو هوريها لكم اهو. بس شايفين صابع الكفتة بتاعي حلو جدا ازاي؟ زي كفتة الحاتي، جميلة جدا. هتعمليها على الشواية في الفرن تسهل عليكي، حلوة قوي. ممكن تعمليها على الشواية الكهرباء لو عندك، ممكن تحطيها في الصينية في الفرن لمدة نص ساعة او تلت ساعة بالكتير، برضو طلعيها وتحط لها فحمية، برضو جميلة جدا. ادي بقى شكلها. شايفين كفتة البطاطس بتاعتي اللي انا كورتها على ايدي او في غطا البطرمان، جميلة جدا، سهلة، ما تاخدش منك وقت، تشرفك في العزومات، طعمها حلو قوي قوي، سهلة وبسيطة وسريعة. تمام. بعد برضو ما سبتها في التلاجة، لازم تسيبيها ترتاح ربع ساعة بالكتير، 10 دقايق ربع ساعة بالكتير اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام. برضو هنا بقى هنعمل ايه؟ بعد ما شلنا الكفتة وسبناها بقى على جنب، هنجيب حلة على النار. شغلت النار اهي زي ما انتوا شايفين، جبت حلة، نزلت بمعلقتين زيت علشان اعمل الرز. انا كان عندي يعني
نص كيلو رز بسمتي. لو ما عندكيش رز بسمتي ممكن نعملها بالرز جنبهم رز ابيض، ممكن مكرونة. بصي ما نوقفش الدنيا على حاجة واحدة. انا كان عندي نص كيلو رز بسمتي عملته جنب الكفتة حلو قوي. جبت الحلة، حطينا معلقتين من الزيت، نزلت ببصلاية او بصلتين تقطعيهم مكعبات صغيرة، اللي هي بصلة الصلصة بتاعتنا اللي احنا بنعملها اهي. هدبل البصلة بس مش اكتر. طريقتي المفضلة ان انا مش بحب احرق البصل قوي، بحب اخليها تصفر بس مش اكتر. نزلت عليها بمعلقة توم مفروم من اللي احنا مفرزينه في الفريزر اهو. هقلب بقى البصل مع التوم. مرضتش احط التوم من الاول، ليه؟ تركاية مهمة، علشان لو حطيت التوم من الاول التوم هيتحرق قبل البصل، لكن استنيت عما البصل اخد في اللون الاصفر بتاعه، فقمت نازله معلقه التوم المفروم اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام. اقلب بقى البصل والتوم في الزيت لحد ما احس ان هما الاتنين بقوا لونهم مصفر كده شويه. تمام اهو. شايفين يا بنات؟ خلاص ادي البصله بتاعتي اهي اصفرت كده. تمام. انا كده بقى البصله بتاعتي اصفرت خلاص. هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا اللي تخلي احلى رز تاكليه، تخلي ريحته جايبه اخر الشارع، جميله جدا. نزلت ملح، فلفل، شطه، بابريكا، زر الكمون، نزلت بكركم، كاري زي ما انتوا شايفين كده. مرق الدجاج فوريه بتدي طعم جميل جدا حلو قوي. اسألي العطار عليها، هي موجودة عنده، بتبقى سايبة كده، بتجيبي بيها بكمية بال10 جنيه او بال5 جنيه، مش مكلفة خالص. تمام. كمية كبيرة بال10 جنيه وبال5 جنيه ممكن تقعد معاكي وقت طويل. هنا بقى كان عندي صوص باربيكيو. ما عندكيش صوص باربيكيو مفيش مشكلة، ما تأزميش الدنيا. لو عندك دبس رمان حطي برضو معلقة، ما عندكيش مفيش مشكلة عادي برضو. هنا بقى برضو كان عندي مستردة. مستردة دي هي حلوة، بس لو مش عندك عادي خلاص مش مهم تحطي. انا حطيت منها معلقة كده، بتدي ريحة وطعم حلو قوي للرز اهي زي ما انتوا شايفين. وتقلبي بقى المكونات دي كلها مع بعض، جميلة جدا جدا. شمي بقى الروايح حلوة قوي قوي. تمام. قلبت بقى البصل والبهارات كده مع بعض اهو. تمام كده. ننزل بقى بالرز بتاعنا اللي احنا نقعناه تلت ساعة وغسلناه كويس اهو. وقلب بقى كده. احلى حاجة تعمليها وانتوا بتطبخوا الرز البسمتي لازم تنقعيه من تلت ساعة لنص ساعة. طبعا هنقلب الرز مع البصل بقى مع البهارات زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يتشرب من البهارات ومن البصل اهو. تمام كده. طبعا في تركاية مهمة، احنا عارفين ان الرز البسمتي بياخد مية اكتر من الرز المصري العادي، يعني مقدار المية بتاع الرز المصري نضعفه في مقدار المية بتاع الرز البسمتي، علشان هو بيشرب مية كتير اهو زي ما انتوا شايفين. هنا بقى كنت بزود المية عشان اظبط المقدار بتاعي. تمام كده. شايفين يا بنات؟ خلاص اهو. قلبت بقى كله مع بعضه. طبعا زي ما انتوا شايفين في ورقتين لورا انا حطاهم. لو عندك ورق لورا جميل جدا، عندك قرنفل حطي اهو. القرنفل ده حلو قوي، بينقل الرز في ناحية تانية خالص خالص، طعمه جميل جدا تحفة اهو. وبقى انزل بقطعة زبدة زي ما انتوا شايفين كده على وش الحلة، على وش الرز، برضو بتدي طعم جميل قوي للرز بتاعنا. وانزل بقى بالملح بتاعي علشان اظبط طعمه. انا هنا بستخدم ملح البحر في طبيخ الرز بتاعي، في كل فيديوهاتي تلاقوني بستخدم ملح البحر. ما بعرفش اظبط الرز بتاعي الا بيه، فنزلت بمعلقة ملح البحر كبيرة اهو.
خلاص. وقلبته بقى مع الرز مع المية مع البهارات وكل حاجة، وغطي عليه بقى لحد ما يتشرب المية بتاعته ولحد ما يستوى، وتاكلي احلى رز، احلى من بتاع المطاعم زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هو هنا بقى بدأ يتشرب ميته اهو قدامكم. هغطي عليه واسيبه بقى لما يستوى، وبألف هنا على قلب اللي هياكل. تمام كده. هنيجي بقى هنا عشان نعمل الطحينة بتاعتنا، طحينة المطاعم جميلة جدا. انا كنت عاملة الطحينة دي في البيت وعاملة الفيديو بتاعها قبل كده، لا هبقى انزله لكم. هجيب معلقتين طحينة خام وانزلهم في الكبة بتاعتي. هنا بقى تركاية مهمة جدا اللي هتخلي لك الطحينة دي زي طحينة المطاعم بالظبط. طبعا احنا عندنا كايزر من بتاع المدارس كتير، فجبت 3 كايزرات، بلتهم في المية، استنيت لما تشربوا المية، نزلت بهم على الطحينة، نزلت بمعلقة دقة. وانا وريتكم انا عملت الدقة دي في فيديو التفريزات، هتلاقوها موجودة. نزلت بمعلقة الدقة دي جميلة جدا، بتدي الطحينة طعم حلو قوي. شغلت الكبة بتاعتي عليهم، حسيت ان القوام تخين لسه. طب هنا بقى انت حاطة فينو ليه مبلول على الطحينة؟ بصي هي بتخلي طعمها حلو وبتديكي كمية كبيرة، وهي دي الطحينة اللي بتتعمل في المطاعم. انا سألت وعرفت وجبت الطريقة بالظبط. هنا بقى زودت كمية من المية اهو، وشغلت الكبة بتاعتي بالظبط كده. بعد بقى عشان اظبط القوام بتاع الطحينة، نزلت بعصرة ليمونة اهي بالعصارة، عصرتها على الطحينة اهي زي ما انتوا شايفين. ادي عصرة الليمونة بتاعتنا. تمام كده. وانزل برضو بمقدار مية علشان عايزة اظبط قوامها بالظبط، لا عايزاها تخينة قوي ولا عايزاها تكون خفيفة قوي. تمام كده. نشغل الكبة عليها. على فكرة يا بنات الطحينة دي حلوة قوي، سواء انت عملتيها خام وسواء عملتيها بالفينو زي المطاعم، حلوة قوي. الطريقة بتاعتها الخام حلوة والطريقة بتاعتها بالفينو جميلة جدا. شايفين هنا بقى انا كنت بدأت اظبط قوامها. هي دلوقتي يعني نص خفيفة، بس لما تسيبيها بتتقل معاكي اهي. بعد بقى ما خلصنا الطحينه وسيبناها برضو على جنب، نيجي بقى هجيب الشوايه الكهربائيه بتاعتي. ما عندكيش شوايه كهربائيه، ممكن ان انتي تحمري الكفته دي في الطاسه عادي. انا عملت شويه في الطاسه وعملت شويه على الشوايه، طلعت النتيجه واحده. ودي بس الفرق ان هي من غير زيت قوي، والتانية برضو يعني عشان طعمها بالزيت، بس نفس الطعم وهيها. ممكن تعملي شويه في الطاسه وشويه على الشوايه. ما عندكيش شوايه اعملي في الطاسه اهي جميله جدا. كفته الحاتي بقى احنا عملناها في الفرن زي ما انا قلت لكم. ممكن تحطيها على الشبكه في الفرن وتحطي تحتها صينيه وتسيبيها بقى يا دوب ربع ساعه، وتاكلي احلى كفته حاتي. طبعا بعد ما نخرجها من الفرن حط لها فحمايه وعليها معلقة سمنة او زيت برضو اللي عندك، ما تأزميش الدنيا اهي زي ما انتوا شايفين كده. شايفين صابع الكفتة جميل جدا زي كفتة الحاتي اهي. شايفين قلبها مستوي ازاي، حلو قوي. وادي الطحينة بتاعتي، وادي السلطة اللي احنا عاملينها زي برضو سلطة الحاتي بالظبط، وادي الرز البسمتي. وبألف هنا على قلب اللي هياكل. احلى كفتة حاتي بربع كيلو لحمة بس. عملنا الطبق اللي قدامكم ده يكفي 6 افراد. برضو عملنا كفتة البطاطس اهي المدورة، حمرت شوية في الطاسة وشوية على الشواية. وادي برضو الطحينة بتاعتنا، شايفين تقلت ازاي، جميلة جدا. نيجي بقى لوصفة الحواوشي دي، سهلة وبسيطة وسريعة مش مكلفة خالص. انا عندي ربع كيلو من اللحمة، نزلت عليه بصلتين 3 مبشورين، نزلت عليه ببطاطستين بطاطس. البطاطس موجودة دلوقتي وسعرها بدأ يرخص، حلوة قوي. تجيبي بطاطس 2 بطاطساية وتبشريهم
وتنزلي بيهم على ربع كيلو اللحمة، بطاطس مبشورة، بصل مبشور، ونزلت بيهم على ربع كيلو اللحمة اهو. ومعاهم كمان كان عندي جبنة ميكس، اللي هي جبنة موتزاريلا على جبنة رومي على جبنة شيدر. ما عندكيش مفيش مشكلة، عندك طبق جبنة من عاملاه سندوتش للولاد فايت حتة ممكن تحطيها، بتدي طعم حلو قوي. تكتري كمية البصل برضو بتدي طعم حلو قوي. يعني شايفة الكمية هي ما شاء الله كمية كبيرة، طلعت لي كمية كبيرة من ربع كيلو اللحمة بس اهي. وتنزلي بقى بملح فلفل شطة بهارات لحمة، وقلبهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. تمام اهو. خلاص ربع كيلو لحمة، بطاطس مبشورة مش مسلوقة، بطاطس مبشورة، كم بصلاية كده مبشورين، يعني حسب حجم البصل بتاعتك. يعني حجم البصل، كمية البصل لازم تكون قد كمية اللحمة. نزلت بفلفل برضو، فلفل اخضر، فلفلتين اخضر. ونزلت بقى بجبنة ميكس اللي هي جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر وجبنة رومي، والملح فلفل شطة بهارات لحمة مش اكتر من كده احط. واجي بقى بعد ما عجنت اللحمة بتاعتي كده بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، هجيب معلقتين من السمنة اهي قدامكم. السمنة دي التركاية المهمة اللي بتخلي سندوتش الحواوشي يكون من جوه زي ما انت بتشتريه من المحلات، ويكون سايح كده ونايح حلو قوي جميل جدا. معلقتين السمنة دول بقى تعجنيهم مع اللحمة مع البصل مع البطاطس مع البهارات اسفة معلش، بيخلي طعمهم حلو جدا. السندوتش بيبقى سايح من جوه اهو زي ما انتوا شايفين. اعجنهم كويس جدا اهو. اجيب بقى العيش اللي احنا بنشتريه علشان نعمل فيه الحواوشي، بيبقى تقريبا نص سوا. ما تيجي تشتري العيش، ما انتيش هتعملي عجين، اشتري عيش تقولي للراجل بتاع العيش انا عايزاه يكون نص سوا علشان انا هعمله عيش سندوتشات حواوشي. بيجيبهولك نص سوا بيبقى حلو قوي، انما التاني بيبقى ناشف. وتبدأي تملي السندوتشات. بصراحة نص كيلو اللحمة ده عمل لي 13 رغيف حواوشي حلوين جدا. تحطيهم بقى في تدهين الوش سمنة او زيت، واللي برضو تقلبي الرغيف وتدهنيه سمنة او زيت، وترصيه في الصينية ودخليه في الفرن، وتطلعي احلى رغيف حواوشي زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى كنت عملت سلطة كول سلو، وادي المخلل